فنيه، وشايف ان احنا ما عندناش الوقت الكافي ان احنا نجيب لعيبه بنفس قدر بنفس مستوى لعيب زي شيكابالا او لعيب زي احمد سمير. واعتقد انتوا ما عندكوش كمان المبلغ المالي اللي تدفعوا 650 الف دولار علشان يعني يتم شراؤه بشكل نهائي من سبورتنج. احنا نقدر نقول ان احنا ما عندناش الرفاهيه الماليه بصفه عامه ان احنا ندفع المبالغ الكبيره دي. تمام، سواء بقى على مبدا العار او على مبدا الشراء ما عندناش الرفاهيه دي. بس كابتن ميدو اتفق مع شيكابالا يعني على مبلغ تقريبا مناسب لوضع النادي، بغض النظر ان الجماهير هنا بتهاجمنا بشكل كبير في حته الاعاره، هجمتنا في موضوع احمد سمير، واحنا في موضوع احمد سمير يعني كنا يعني بنتمنى ان هو يكون انضم نهائي انتهى النهائي، وكنا بنتمنى موضوع شيكابالا ان هو اعاره احنا نستعير اللاعب من لشبونه بطريقه مباشره وبنيه البيع. فاللي حصل ان الزمالك هو اللي اخده واحنا استعرناه من الزمالك، فان الجماهير هاجمتنا كتير في موضوع احمد سمير، خصوصا ان انا كان ليا كلمه كده ان احنا ضد مبدا الاعاره، فالناس ماسكاها علينا شويه. الموضوع ان احنا ضد فكره الاعاره مش ضد فكره الاستفاده الفنيه. بس انا عن نفسي يعني قدام الناس بخلي مسؤوليتي عن مبدا الاعاره. شيكابالا لعيب هيضيف لنا كتير ان شاء الله. بس طيب بتخلي مسؤوليتك هتستمر ولا مش هتستمر؟ انا موجود مع النادي، انا ماسك رئيس اللجنه الطبيه. يعني ليا منصب رئيس اللجنه، انا موجود مع الحاج محمد ابو سعود في اي منصب هو لا يعني لكن هتكون موجود في لجنه التعاقدات ولا لا؟ ما اعتقدش انها هكمل ان شاء الله. يعني انت كده بتعلن رسميا استقالتك من لجنه التعاقدات اعتراضا على انضمام شيكابالا على سبيل الاعاره. اخلاء مسؤوليه، نقدر نقول ان هو اخلاء المسؤوليه قدام الجماهير. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين بالنسبة لعرض وادي دجلة من علشان يشتروا محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز، هو انا عرفت العرض والله عن طريق محمود ذات نفسه، يعني هو اللي بلغني بيه. هو مفيش نية خالص، يعني الكلام ده كان تم الايام اللي فاتت طبعا قبل المستجدات اللي حصلت اليومين دول او النهارده بالذات. محمود لا نية نهائي في الاستغناء عنه، محمود لعيب كبير، والحاج محمد ابو سعود كان كلمه من فترة واتفقنا يعني ان في قعدة قريبة على التجديد، وحتى بصفه شخصيه محمود قريب مني بصفه شخصيه، فاتكلمنا في مواضيع كتير واتفقنا على حاجات كتير. خلال فتره قريبه ان شاء الله التجديد هيتم، ومفيش نيه نهائي يعني الاستغناء محمود عبد العزيز او محمود متولي او ابراهيم حسن او اي حد من اللعيبه الصغيره اللي هو الفريق اللي بيتبني للسنتين الثلاثه الجايين ان شاء الله. طيب حقيقه عوده عصام الحضري؟ حقيقه هو والله يعني كان في محاولات لعوده عصام الحضري. طبعا عصام يعني كابتن عصام حارس كبير وكان اضافه قويه لينا السنه اللي فاتت. هو كان عنده بس مشاكل شخصيه ان هو تعب من السفر والكلام ده. فانا والله الحاج كان بيحاول معاه، هو مسافر معاهم المغرب مش بصفته لاعب، هو بصفته يعني كان من الاول اخذ قرار ان هو يسافر المغرب مع الفرقه. فتم في مفاوضات تمت وكلام تم بين رئيس النادي وبين اعضاء مجلس الاداره وبين الحضري، وهو اعتقد انه بدا يقتنع شويه ويكون عنده رغبه ان هو يرجع تاني، بس منتظرين رد نادي وادي دجله. يعني حسب معلوماتي ان نادي وادي دجله رافض التفريط في الحضري. هو لو رافض يبقى القرار في ايديهم هم، هو يعني كابتن عصام دلوقتي تبع يعني ملك ليهم. بس هو في محاولات وتقريبا كان في يعني عرفت انه في موافقه من كابتن عصام. ماشي دكتور محمد جمال، بشكرك.